الزلم لريت العركاية قرابة يمي، لك جيبوا الزلم ياخدوا اللي يريدوا بالثار، الشد العزم واحرق ارضهم بالنار. لك حبيبي يا عزام وانت يوبرني اللي خلقكم. لك بونجور يا روحي. عوضتش انا جاي حبيبي يا بهاء، انت حبيبي. شو الاخبار؟ اشتقت لكم انا. صاير عم بشتاق لكم بسرعة. يلا لا غدرة ولا شي، جمعوا الحمادات وتعوا قاعدين هلا ساردينا باللايف شوي. وبلجم الزلم اكل، ايه لحم الزلم اكل، طريقي مو عادي بتروح في دار رجال والطاري ما ينجاب. لك كيف الاصل ينعاب، ريت الغزل ينعاد بالدان يكوي القلب يرمي رماد. جيناك تيررم. لك يعتبروني انتو العالميين، انتو جمهور العالمي، جمهور العالمي، انتو العالميين جمهور العالمي. وعلى عيني بالسلم. اعمل حفلة في المغرب كان بغيكو حنان، قريبا في حفلة بالجزائر وفي فيديو كليب حيتصور بالجزائر very very soon. شو شعوري وفي حد جايز جنس؟ كتر خير الله، الحمد لله رب العالمين. يعني الاشياء اللي بتفوق التوقعات بنفرح لها اكثر من المتوقع فيها. جنس. شو بتخبرونا يا عيوني؟ شو بتخبرونا يا حلوين؟ اشتقت لكم انا. وعلى فكرة على فكرة اعتقد انه بكرة بعد بكرة بتنزل غنية مع النجم المصري الكبير اللي بعده اللي بعده 4-5 ايام، يعني بعد كم ساعة، يعني هيك يكون في حالة ترقب. في غنية حتكسر الدنيا ان شاء الله. كل البنات بيقبلوك، هل قبلتهم من قبل ولا قبلتهم من قبل؟ كل البنات بيقبلوك هل مش شو بكي؟ كيفك؟ لك عيني يا حسان. يلا جهز حالك، حبعتلك هلا غنية على الخاص لتبلش جهز لمود بورد لنعمل فيديو كليب حال خارق متفجر في أعين الحاسدين. عبود بدي فراري وأنا كمان صرنا 2 بدنا فراري دورني. بس ليه هيك عبيقطع؟ ليه هيك عبيقطع؟ ليه هيك عبيقطش؟ لمحلنا شو اسم الغنية. لا نتركها مفاجأة. مين عمل لك الشاي؟ الله يخلي لي سلام يا رب ويديمه فوق راسي، والله العظيم بلا أبدع أنا. سلام، أطيب شاي بالعالم. كده نادينا مثل عنتور. تعي سلمي. وين السنسار؟ هيك هاد قصدكم. مغير كاسة الشاي هي على المصاري. أول شي بدي أعمله بغير كاسة الشاي، أنا ما عندي شي تاني بالحياة غير أشرب شاي وأعمل موسيقى. أنا حرفيا يقبرني اللي خلقك، يقبرني اللي خلقك يا شاهد، أنا اللي مهووس فيكم والله. كيفك عبود؟ حادي منيح، انتو كيفكم؟
معك $100 لثانية للسنة الثانية. نجم اطلع من حياتي، نجم اطلع من حياتي. سكر لايف، الناس عندها امتحانات يا سيدي. راسبين هي وقفت على اللايف تبعي، بعدين حط حجة ليه رسبت. والله كنت عم بحضر لايف الشامي، سبب مقنع على الأقل. حفلة دبي إن شاء الله حتكسر الدنيا إن شاء الله يا رب. وأعياد بيروت، ما تنسوا أعياد بيروت، بدها تكون حفلة كتير حلوة وأحلى من السنة الماضية. وفي كتير اشياء باللايف هلأ متطورة ومتحسنة، وعم نعمل اشياء كتير حتحبوها أنا أكيد. بعدين إنه اللي عنده حمادات ما بصير عليه شي، ما بينخاف عليه. اللي عنده انتو بالحياة لازم ينام مرتاح ويقوم مرتاح. بس ليه ما عرفت تربي الأكيرة ولا عنتور، دللتهم بزيادة. شامي إليو حبيبي انت، اليوم بدأت العطلة. ايه برافو عليكم يا شطورين، والله حماداتي شطورين. انا تعرفوا تعال نلعب لعبة. هلا جاوبوني اول اشي، هلا عندكم امتحانات ولا خلصت الامتحانات؟ وعلى عيني بالسلم أمالي جايني من الزلم، وليدخل بيتي ويحترم لفرش الأرض بمال. وجينا يا عين هربان من المدرسة. لا لسه وراس شو لسه امتحانات. طيب تعالوا نتفق اتفاق. بدي اخذ من الاشياء اللي انا بتعز علي وغالي علي انا ل5 اشخاص من حماداتي بينجحوا بالامتحان. راح اختار هيك من الاشياء اللي كتير غالية على قلبي واهديها ل5 حمادات بينجحوا بعلامات عالية. يعني انجح حمادات بعلامات اعلى شيء حياخد ذكرى مني وما لا عادية. يعني ممكن تكون شي من بيلبورد مثلا، ما حدا بيقدر يعرف شو ممكن اهديكم. ضل ذكرى مدى الحياة. فاجتهدوا، شدوا حيلكم، لانه كونوا انتم متذكرين ومتأكدين انه ما في شي بالدنيا حينفعكم غير نفسكم، ما في شي حيوقف معكم غير نفسكم. اعتبروا انه كل الدنيا خاينة وكل شي بهالدنيا ما له وفي الا نفسكم، هي اللي بتوفي دايما، وهي اللي الأصدق دايما مثل ما دايما بقولكم. فبدي هيك تشدوا الحيل ونعمل اشياء كتير حلوة ونجاحات لنكون رايقين على الصيفية، نسمع اغاني وننبسط ونفرفش. يلي مخلص مدرسة شو بيعمل؟ فوت جامعة. انا هيك بعرف التسلسل. بس انا مخلصة مدرسة. فوتي جامعة. حفلة مصر امتى يا فنان؟ يعني بيجوز بهاليومين تشوفوني بمصر، كتير قريبة حتشوفوني بمصر. ايوه برن ربكن شو حلوين انا، شو هالصباح الحلوات، شو هالطاقة الحلوة هاي اللي عم تعطوني اياها. وين حتكون حفلة تونس؟ تونس حيكون تور 3 حفلات وممكن يكونوا 4 حفلات، بيعدد كيفك؟ بيعدد أماء.
بعدة أماكن. عالصوت يا شباب. أصعب شي هو الشي اللي بيطلع لك كيفك انت، خبرني عنه، طمني، امورك بخير؟ انا حاسك تعبان، فضفض لي تقولني. غفرني يا ربكم، شو مشتاق لكم. ايمت راح تجي على كردستان؟ اربيل قصدك؟ اكيد هالسنة حيكون في عنا واحدة، وعنا واحدة ببغداد اكيد. بحر شو سعرها بس ليه؟ شو يا قلبي؟ شو يا عمري انت؟ شو مين زعلك؟ مين زعلك؟ سلمي على الحمادات. ليكو مين زعلك؟ مين مضايقك؟ مين مضايقك؟ يا ورني انا، يا ورني الحنين. ولك بدي بوسه، بدي بوسه. كيرا سلمي، كيرا ليكن تخجل مو مثل العنتور ذاك، عينه وقحة. انت لحالك بالبيت؟ اي والله، وحيد يا تورن مع كيرا. انا بحب اعمل الكلاب عموما بطريقة لطيفة، بحن عليهم، باخدهم على دعمهم. بس يا توبريني، ليه؟ بس توبريني بس حبيبي انت. ماشي بأمره. من لما بطلت تغني عن عيونها حاستك تغيرت. الغنية الجاية بس عن عيونها. ستيل الغزل يقبرني رمش العين. لايف غدر. عندي بعتقد بشهر 8 حفلة بالأردن، بعتقد بعلنكن عنها قريبا. هل يوجد حب في قلب فيصل؟ هل يوجد قلب في حب فيصل؟ شو قلت؟ هيك يعني. لك على عيني اي بالسهل ما مال يجيني من الزلم، وليدخل بيتي ويحترم لفرش له أرضي بمال. اي جيناك عبود، بلكني مشان نعمل دراما ونطلع قنواتي. وقفت عليك بتحب الدراما انت، بس انت شخص بتجامل والله صريح. دجني دجتك العافية. جاي مصر امتى؟ وعد اقل من 10 ايام بكون بمصر. وعد هاد. شو سر انك عليان زيادة؟
انتو بتحبوني، انا مالي عليهم، بالعكس تعبان وشي لك حوالين عيوني، صاير مش بالي داشري. كيف تستطيع أن توازن بين الحفاظ على الطابع الشامل الأصيل في فنك وبين مواكبة الذوق الحديث والجمهور الحديث؟ هو تقبرني الهوية الشامية هي بتجي بالصوت، نوعا ما شوي بتقطيع الكلام، يعني بدك الكلام واللحن هن اللعبة كلياتها، وخليط إيقاعي بين الموسيقى الغربية والشرقية الكلاسيكية، بتعمل لك أغنية ناجحة إن شاء الله. شو رأيك بحماداتك؟ شرسين وزعران ولازم يكنوا. شامي from Indonesia. I love you. يي من اندونيسيا فرد مرة. انا على عيني اندونيسيا كلياتها. حاستك كرهانك ليه؟ صار لي ساعة عم بتغزل بجمالكم، يفضح عينكم شو نقائين. ليه ساحب علينا عبود؟ من كم يوم نزلنا جيناك، بعد بكم يوم اخذنا جائزة جينيس وظهرنا الظهور، هلا بعد كم يوم عنا غنية وفيديو كليب، وبعد بكم يوم عنا غنية وفيديو كليب، وعنا مقابلة كمان قريبا بهالكم يوم الجايين. وين انا مختفي عنكم؟ والله معكم يا تقرون. قول بحبك بشرى، بحبك بشرى. هل في المستقبل رح تعمل حفلة بسوريا؟ لا شك حاعمل حفلة بسوريا، هي بلدي واكيد. وعندي اعياد بيروت صح. قول اسمي. شو اسمك؟ دي او. اسمك دواء؟ والله اسمك دواء شكله. وين درستي بالصيدلية؟ والله بتضحك خراس حلوة. نمط على المسرح كان غير هالمرة، ايه لانه نحن ما كنا نلعب الموسيقى لايف من قبل، لكتير اسباب. هلا صارت الموسيقى طبعا بس تسمعوها على التليفون مختلفة عن ما بتكون موجودين بالحفلة، تسمعوا الموسيقى لايف، عم تسمعوا الدربكة وعم تسمعوا الدرامز وعم تسمعوا كل شي بطريقة حقيقية فيها احساس. فيس عم تتطور الموسيقى عندي على المسرح لتصير حقيقية اكتر، لانه كانت تقريبا مثل اليوتيوب، وهذا الشيء اكيد حلو، بس الانسان ليه بده يجي يحضرني ليسمع الغنية مثل اليوتيوب؟ اكيد بده يتطور هذا الشيء، وبدنا نطور العرض الموسيقي تبعنا، وبدنا نطور كتير اشياء على المسرح لسه، ليحس الانسان اللي عم يحضر الحفلة بانه في شي حلو هون، في شي عم يتغير، في شي مختلف، في سبب ليجي يحضر الحفلة ما يسمعها يوتيوب. سرب لنا شوي. لا عمي انا بطلت العادة، انا هاي العادة بطلتها، روح اشوف لكم حدا تاني يسرب. شو شعورك وانت من سوريا؟ فخر واعتزاز يا قلبي، فخر واعتزاز. سوريا العظيمة هاي، ودمشق
اللي اسمي ع اسمه الشامي. فبس شوف حالي مكتوب على جائزة جينيس الشامي، بس شوف حالي قائم بالبورد الشامي، بس شوف حالي عم باخد اي شي بالحياة نجاح مكتوب الشامي، اكيد بحس بالاعتزاز لاني عم ارفع من اسم بلدي، مثل ما هي بلدي اللي رفعتني وجمهوري السوري اللي كبرني. عيني يا ابو ورد. لساتهم شعراتك منكوشين رغم انك صرت عنهم يا حبي، لانه انا توعدكم ما اتغير عليكم، بس صرح شعراتي اعرفوا انه الشام اتغير. رح ترجع على كندا، يسعنا شي باستراليا وكندا وامريكا واوروبا هي السنة. عندنا كتير حفلات بس لسه ما بلشت السنة بالنسبة لنا، روقوا علينا. سوري. اوكي. نجم الزلم ما كان ما بيصح لك تفتح غير وقت الواحد يدرس، عشان اختبر ضميركم الدراسي لأي مدى واصل. إذا تركتوا دراستكم وجيتوا حضرتوا اللايف، يعني ضميركم الدراسي بده شغل. شو اسم الحجة هاي؟ خلينا محترمين مع بعض بلا سبسبة. سيرة الحجة ما حدا يجيبها، بعمل عي وبلا إلا الحجة. يا جماعة أنا هلا عم بتطلع وحياة الله كبرنا مع بعض نحن 3 سنين. يوبرني اللي خلقكن وبعدكن مرافقيني بكل حب. إن شاء الله هيك ربي ما يحرمني منكم. والله عبودة جايلكم بغنية هز الشرق الأوسط وأنا قد كلامي. قلن يا أبو ورد، قلن شو جايين لأنهم ما بيعرفوا. والشرق الأوسط إذا مش العالم بإذن الله. زهير حبيبي، يقبرني اللي خلقك يا زهير، يا فنان أنت. بس يا كيرا. فرجينا جوازك. يلا دقيقتين بقوم برجيكم كل الجوائز. بس يا عيوني، بس يا قلبي انت. الجيران حيكسرونا هلا. لا اله الا الله. شو عم تعمل مع تامر؟ عمل باذن الله يكسر الدنيا وانا مسؤول عن كلامي. تذكروا لما كنت قلكم من سنة انه رح يكون محل كتير حلو، محل كتير منيح، بس هي بتطشني على الصبح. انا معصب ها. برافو. تذكروا لما كنت قلكم من سنة وين رح نكون وشو رح نعمل وشو حنحقق، وانه موسيقتنا حتصبح هوية، ونمط الشامي رح يكون هو السائد والشائع بالسوق، وكلام ولحن الشامي رح يكونوا هوية موسيقية. وانا هذا كان حلمي، انه مو بس انا انجح، هويتي الموسيقية هي اللي تنجح، تصير نمط شائع بالسوق واللي بيستخدمه بينجح. كل عمري كنت احلم بهي النقطة ووصلنا الحمد لله رب العالمين. وهذا الشي مش بس انا لحالي عملته، هذا الشي انتو كمان عملتوه معي. فلازم لما اقول انه موسيقتنا اصبحت الذوق العام، هذا الشي ما بيزعل، هي حقيقة. وايه هي الموسيقى
وصلتنا لجينيس، وصلتنا لكل الجوائز الموسيقية بالعالم العربي. نعم، كتر خير الله، وكل هذا الفضل اللي انتم مشاركيني فيه، لأنه بدونكم ما كان صار. ضل آخر جائزة بتعملوا لي إياها إنكم تجوزوني، تكون ختمتوه. ما تكون تجوزوني، الله يصبرني عليكم. شكله ما بيخون حلاق، وحبي أنا ما بخون حدا، بس يعني ممكن نجرب معك إنه نحلق مرة، بس أنا ما بخون حلاقي طبعا ولا حدا، معروف عني الوفا يا حبي. كم غنية رح تنزل هالصيفية؟ في غنية بشهر 6، وفي غنية بشهر 7، وفي غنية بشهر 8، والمفاجأة الكبرى 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 رح تكون غنية بشهر 10. ما حدا ولا ممكن حدا بالعالم يتخيل مين. هاي المفاجأة النهائية. حرفيا في غنية بشهر 10 مع أسطورة، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله. لا، 6 و7، بلا 6 و7 و8 و10 أو 11 إن شاء الله. يعني هلا هي خطة مبدئية بنتركها على الله، الموضوع بنشوف كيف تمشي الأمور وكيف تتيسر معنا، بس إنه عم نحاول. امتى بدك تيجي على الجزائر؟ مفاجأة. يلا، انبسطت معكم وانبسطت شفتكم، ويقبرني ربكم، أنا كتير بحبكم وممنون لكل شي عم تعملوا لي إياه، لأنه هو اللي عم يصنعني. بحبكم كتير وحب وحنان، تبعوا حالكم يا حلوين. وجاي المفاجآت، وعد، جاي المفاجآت اللي تكسر الدنيا، وبتعرف عبود لما يوعد.